البحار مؤسسة الوفاء المجلد 8 صفحة 368. احفظ لي اياها عزيزي. في كتاب العدل والمعاد باب من يخلد في النار ومن يخرج منها. اعلم أن جمعا من علماء الإمامية حكموا بكفر أهل الخلاف. لماذا حكموا بكفرهم؟ بسبب ماذا؟ ليسوا موحدين؟ لا. منكرين للنبوة؟ لا. منكرين للمعاد؟ لا. منكرين لمن؟ لإمامة أئمة أهل البيت. التفت. والأكثر على الحكم بماذا؟ بإسلامهم. التفت. هسه بعض كيف يقول لا احنا ما نحكم بكفرهم والأكثر كذا، يقول لا احنا نحكم بإسلامهم الظاهري وإلا في الواقع فكلهم شنو؟ وهذا لا خلاف بيننا في علماء الإمامية أنهم كلهم محكومون بالكفر واقعا. هذا الذي أنا مرارا ذكرته على كذا، بعض الأعزة اعترض قال لا ليسوا كذلك. أقول عزيزي يفرقون بين الظاهر وبين الباطن، ولهذا إلى الآن كل الرسائل العملية تكتب يحكم بإسلامهم ظاهرا. هذا القيد يعني شنو؟ يعني باطنا شنو؟ التفت. يقول فإن أرادوا بذلك كونهم كافرين في نفس الأمر لا في الظاهر، فالظاهر أن النزاع لفظي بينهما واقعا كذلك، إذ القائلون بإسلامهم يريدون ما ذكرناه من الحكم بصحة جريان أكثر أحكام المسلمين لا أنهم مسلمون في نفس الأمر. ولذا نقلوا الإجماع على دخولهم في النار، وإلا إذا إسلامهم مقبول ظاهرا يدخلون النار لو يدخلون الجنة؟ يدخلون الجنة. يقول إجماع يوجد على دخولهم النار، يا ليتهم يدخلون النار مساكين هذول ويخرجون شنو؟ بعدين يخرجون الله يعفو. يقول لا، وفي الآخرة يدخلون النار ماكثين فيها أبدا مع الكفار. واضح لو لا أعزائي؟ هسه قد تقول لي سيدنا هذا أخباري طبيعي يتكلم هالشكل. تعال مولانا إلى إمام الأصوليين سيد الخوي، وبعد واضح هذا شك أكو. ولهذا أنا قلت أن الأخبارية والأصولية مو قراءتان، لأن المباني ما هي واحدة، بل كم فرع مولانا بالفقه يختلفون، وإلا المباني ماذا؟ أنا مرارا ذكرت أن حوزاتنا بالاسم أصولية، في الواقع ما هي؟ أخبارية. هذا سيد الخوي مولانا التنقيح في شرح العروة الوثقى المجلد 3 صفحة 87. اسمع اقرأ. فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة وإسلامهم خط خلي. إسلامهم شنو؟ يعني سيدنا شنو إسلامهم ظاهر؟ يقول وإن كانوا جميعهم في الحقيقة شنو؟ كافرين، وهم الذين سميناهم بمسلم الدنيا وكافر الآخرة. أصلا صاحب البحار وهي عجيب مولانا، صاحب البحار هسه السيد الخوئي شوية المسائل الأخرى ما ذاكرها، يقول لا هذول نحكم بكفرهم مو في الآخرة ونرتب عليهم أحكام الكفر مو في الآخرة، في الدنيا نرتب أحكام الكفر، ولكن الآن إحنا ضعاف إلى أن يطلع الحجة. فمن طلع الحجة والحكم صار بيدينا شو نسوي؟ أول ما نذبح من نذبح؟ المخالف. بيني وبين الله الآن اللي هو القوة بيده شو يسوي بك؟ يقول بابا على شنو مولانا ننتظرهم أن يطلع إمامهم عد يذبحونا؟ احنا شو نسوي؟ نذبحهم ونخلص منهم.
ما أدري واضح واضح القراءة، واضح المباني. ولهذا هاي عبارته، يقول: لكن لما علم الله أن أئمة الجور وأتباعهم يستولون على الشيعة وهم يبتلون بمعاشرتهم ولا يمكنهم الاجتناب عنهم وترك معاشرتهم ومخالطتهم ومناكحتهم، أجرى الله عليهم حكم الإسلام توسعة، فإذا ظهر الإمام يجري عليهم أو يجري عليهم حكم سائر الكفار في جميع الأمور. ومن أحكام الكافر شنو يا مولانا؟ أخاف تقول لي بأنه سيدنا ليش تجيب لنا كلمات القدماء؟ هذا سيد الخوي مولانا، مصباح الفقاهة المجلد الأول، مصباح الفقاهة للتوحيدية المجلد الأول صفحة 504، يقول أنه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين، مو النواصب. لا تقول لي بأنه ناصب يخو هذا أنجس من الكلاب والخنازير، لا لا لا، ماذا مخالف؟ جواز لعن المخالفين وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم، أي غيبتهم، لأنهم من أهل البدع والريب أو الريب. ما أدري واضح ولا؟ صفحة 500 مولانا و4، هذا من شيخ الأنصاري مولانا، كتاب المكاسب المجلد أعزائي الثاني من هاي الطبعة، يقول: واحترز بالمؤمن في مسألة الغيبة والتهمة، واحترز بالمؤمن عن المخالف فإنه يجوز هجوه لعدم احترام. خب السؤال: باهتوهم، هاي رواية صحيحة السند أيضا موجودة أين؟ في الكافي. باهتوهم كي لا يطمعوا في إضلالكم، محمول على اتهامهم وسوء الظن بهم بما يحرم اتهام المؤمن به، بأن يقال لعله زان وسارق وإلى. احنا نريد بالمؤتمرات شو نسوي مولانا؟ تنحل وما تنحل؟ ويحتمل ولهذا الشيخ يقول هاي زحمة هذه، هذا كذب، والكذب حلال له حرام مولانا. عندما تتهمه بأمر غير واقعي هذا صدق له كذب أعداد، والكذب حرام. قال: ويحتمل إبقاؤه على ظاهره بتجويز الكذب عليهم لأجل المصلحة، فإن مصلحة تنفير الخلق عنهم أقوى من مفسدة الكذب عليهم. تزاحم يصير، هاي المصلحة أقوى أو تلك. شو نسوي مولانا؟ هاي الآثار الفقهية لتلك الفتاوى شنو؟ لتلك المباني العقدية والكلامية تظهر. ولكنه هسه مسألة القتل قلنا في أنه فيها ما فيها، ولكن مسألة الآثار الأخرى ما هي كاملة موجودة. بالنسبة للمدرسة الشيعية الجواب هذا أقوله بتعبير الاصطلاح الحوزوي بضرس قاطع، يعني أقطع فيما أقول. لا يوجد عالم شيعي 12 إلا ويحكم بكفر المسلمين جميعا باطنا. نعم يختلفون ظاهرا أيضا بحكم الكفار وبحكم المسلمين، بعضهم يقول حتى ظاهرا بحكم ماذا؟ الكفار، كصاحب الحدائق يقول محكومون بالكفر الدنيوي والنجاسة الدنيوية، فهم في حكم الكلاب والخنازير. هذا صاحب الحدائق ويصرح وبعضهم والبعض الآخر اللي هو الرأي المشهور الآن كالسيد الخوئي وغير السيد الخوئي من أعلامنا كل فقهانا، يقولون نحكم بإسلامهم الظاهري، وإلا بحسب الباطن وبحسب الحشر الأخروي وبحسب البعد الكلامي اتفقت كلمة علماء الشيعة على كفره.
وهذا أقوله عن تتبع، والذي يقول غير هذا. خلي يقنعني السيد الحيدري نعم بأنه هذا ليس من مقتضيات ولوازم المنظومة الدينية هذا الإسلامية. مو المنظومة، هذا من مقتضيات القراءة التي قرأوا بها الإمامة. هذا الذي سوف تقول يا سيدنا ما معقولة ما يختلفون، كان اختلفوا. لم يختلفوا معناته المنظومة تفرض عليهم. لا أنا ما أقول لك، يعني لا تقول المنظومة، قل القراءة التي قرأوها فرض عليهم هذا النتيجة. كلهم اختلفوا في القراءة اتفقوا، كلهم في هذه القراءة اتفقوا، في هذه القراءة اتفقوا. طيب ليش؟ الجواب لماذا؟ النصوص الروائية ايش بيها؟ تؤدي بهم إلى الاتفاق. نعم. من المعاصرين أقول هذا أمامكم السيد الخوئي. نعم. السيد الخوئي في كتابه التنقيح المجلد الثالث صفحة 87 يقول: فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الاثني عشرية. التفت جيدا. نعم. يعني من حيث الطهارة نجس لو طاهر؟ طاهر جيد. نعم. وإسلامهم، خلي ذهنك يمي جيدا، وإسلامهم ظاهرا. نعم. يعني في الواقع شنو؟ غير مسلمين. غير مسلمين. سيدنا على من؟ يقول حتى الزيدية، حتى الإسماعيلية، لأنه هذول 12 لو ليسوا 12، ليسوا 12، فإذا كفار. بلا فرق في ذلك بين أهل الخلاف وبين غيرهم، وإن كان جميعهم في الحقيقة كافرين. أخاف ما تفهم ظاهرا زين. ترى في الواقع هذول شنو؟ كفار. فقط احنا في هذه وجهة نظره ولا ينقل رأيه؟ لا رأيه وفتواه واعتقاده، ما ينقل عن أحد أبدا. وهم الذين سميناهم بمسلم الدنيا وكافر الآخرة. نعم. هسه أنا شو بنظرك؟ أنا مش سني، أنا مسلم سني موحد لله سبحانه وتعالى، شو بنظرك؟ أنا كافر ولا كيف؟ كافر زنديق في نار جهنم وبئس المصير. لا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كافر زنديق ملعون إبليس أشرف منك وأطهر. الله يهديك يا شيخ أمير، الله يهديك يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، لو أن عبدا عبد الله 1000 سنة وقام 1000 سنة وأعطى 1000 سنة وصام 1000 سنة وزكى 1000 سنة واعتكف في الجبال لا يفعل شيء إلا يعبد الله، وجاء بغير ولايتك والبراء من أعدائك أبو بكر عمر عثمان عائشة والمقصرة، أكبه الله على منخريه في نار جهنم.